الكاف تذبح الاتحاد الجزائري بعقوبات قاسية بعد أحداث مباراة نيجيريا. تخيل معي عزيزي المشاهد أن الكاف سلطت عقوبة الإيقاف على حارس المنتخب الوطني لوكا زيدان لمباراتين، ورفيق بالغالي لأربع مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ. هذا العقوبة يسري مفعولها خلال مباريات تصفية كأس إفريقيا 2027. مش هذا فقط، ولكن سلطت غرامة مالية على الفاف قدرها 5000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق للمنتخب الوطني عقب تلقي 5 لاعبين بطاقة صفراء خلال مباراة نيجيريا. غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة. غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم هدف العقوبات بسبب استغلال إنصار المنتخب الوطني ضد المتوفين. غرامة مالية أخرى على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 5000 دولار أمريكي بسبب تلاشي المأمور في إحضار المباراة وتصوير ظهورات الجمهور. غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 10000 دولار أمريكي على إحضار هدف ركنية عقب الأنصار بتجاوز الدائرة. مش هذا فقط، غرامة مالية تبلغ 500,000 دولار بسبب تصرفات المدير الفني الفرعي رغم استغلال المسؤولية التسويقية تجاه المنتخب الوطني. وطلب الاتحاد الجزائري هذه العقوبات مباشرة بإجراء إقالة قانونية وفق القوانين المعمول بها للاعتراض على هذه العقوبات القاسية والمتحيزة من طرف الاتحاد الإفريقي المختطف. الفاف أكدت مواصلتها لمتابعة هذا الملف بأقصى درجات الاهتمام، وتؤكد مجددا عزمها على الدفاع عن مصالح الكرة القدم الجزائرية في إطار الاحترام الصارم للأطر التنظيمية والمؤسساتية.